السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إخواني أخواتي، حياكم الله. اليوم يا جماعة والله العظيم بصراحة جنيت لأن اكتشفت شيء موجود في الموبايل. ما ارتحت خالص، قلت لازم كل فتاة، كل بنت، كل صبي، كل ولد، كل إنسان معه موبايل لازم يعرف هالشي، لازم 100%. وكل واحد لازم ينبه أخته، صديقته، أي قريب يعني، في العمل، في المؤسسات، في الجامعة، في كل مكان لازم الكل ينبه. لازم المقطع هذا ينتشر لكل واحد. يا جماعة الحين لما نتصور، أي إنسان يتصور في الموبايل الحين، شركة أندرويد في الأجهزة المتطورة أصبحت تحط ميزة اللي هي إيش؟ تحديد الوجه. لأن تصور يحدد الوجه، أوكي. إيش الفائدة من تحديد الوجه؟ هو ما يبغى يعني تقنية أو شيء، لا، كلام فارغ. كل اللي في الموضوع انهم يجمعوا صور الاشخاص. كل شخص يتصور في الجهاز نفسه، صورة الوجه تنحط على جنب وترتسل للشركة اول ما يفتك عليها الوايرلس. طيب، البعض ما يصدق، لكن نشوف. الحين راح اثبت لكم. طبعا انا تصورت وصورت ناس كثير على الموبايل ذا. طبعا نزلت اي اس فايلز اكسبلورر، و طبعا على الاس دي كارد اللي هو ذاكرة الموبايل نفسها، راح اولا تدخل على الاعدادات وتظهر الملفات المخفية. عرض الملفات المخفية لازم تبينها، اوكي. وطبعا هذا يحتاج الى روت. في ملف اسمه فيس. شوف الحين انا طبعا رغم اني كل فترة امسح الصور، لكن تظل موجودة هنا. شوف 1007 صورة. طبعا الملفات تكون مو على شكل صور، لا، ملفات نظامية. شوف كم صور، كثير. طيب الحين مثلا نروح نفتح صورة مثلا رقم 300، راح نخليها على صورة. شوف الاستديو، نشوف ايش بيفتح لنا من صورة. شوف، ياخذ صورة الوجه بس. نشوف اي صورة ثانية هنا، مثلا 388 صورة. شوفوا يا جماعة، هاي طبعا صورته أنا. فكل هذه صور وجوه من ضمن الوجوه اللي صورتهم أنا في الموبايل. شوف كم، 1007 صورة. فيا جماعة انتبهوا، يا جماعة انتبهوا، لا أحد يصور. واللي يعني يبي يصور في كل الإشكاليات، ما هي مشكلة. بس في حل واحد ما في غيره. في برنامج حصلته أنا اسمه سي ام داتا مانجر. هذا البرنامج راح تخشوا عليه، موجودة برضو على السوق. في هنا نتورك فور وول اللي هو ايش؟ نظام الحماية. طيب هذه البرامج كلها اللي مؤشر عليها صح تستخدم النت، واللي ما مؤشر عليها صح ما تستخدم النت. شوف الاستديو مغلق، انا طبعا غلقت كل شيء، وناوي اغلق كل شيء برضو، وافتح البرامج اللي انا استخدمها بس. لكن في اشياء كثيرة احتاجها لتحديثات ما تحديثات، لكن انتوا لازم تغلقوا كل النت، تفتحوا برامج اللي تستخدموها فقط، علشان الصور اللي موجودة عندكم ما تروح للشركة. يا جماعة انتبهوا، نصيحتي انشروا المقطع وخلوا كل الناس يشوفوا، اوكي. الله يسعدكم، وتحياتي لكم، اخوكم ابراهيم سبأ.